بُص، هو أنا ما كنتش عايز أصارحك وأقول لك إن أنت دماغك محتاجين نفتحها وننضّفها كده، وبعد كده نلمّعها ونرجع نركّبها تاني. السلام عليكم. في ناس دلوقتي قاعدين على مكاتبهم فاتحين اللابتوب، قاعدين قدّامهم شغل مهم بيغيّر مستقبلهم، بس لسه ما وصلوش لأول سطر. عارف ليه؟ لإن كل شوية بيبُصّوا في الموبايل. بيروحوا يشوفوا إشعار، بيفتحوا واتساب، بيرجعوا يقفلوا، يقولوا يالّا نبدأ، تيجي فكرة في دماغهم، طيب أشوف فيديو صغير كده على تيك توك كده قبل ما أبدأ، وتمُر الساعة ويوم ورا يوم. والمشكلة بقى هنا كمان إن تلاقيه بيقفل يومه وهو مش عارف هو عمل إيه أساسًا. المصيبة على فكرة هنا إنه مش كسول، بس هو متدمّر في تركيزه، تركيزه متدمّر، والمصيبة الأكبر إنه مش عارف المشتت الحقيقي جاي منين للأسف. عايز تعرف المشتت الحقيقي جاي منين؟ كمّل معايا الفيديو ده بعد الإنترو. أنا باعمل اللي باعمله ده علشان أسيب أثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. بص يا سيدي، التركيز بقى أندر من الذهب في الزمن ده. وأنا مش جاي أقول لك اعمل تو دو ليست، لا، وامشي على خطة. أنا مش جاي أقول لك كده خالص. أنا جاي أقول لك أنت محتاج تحمي تركيزك أكتر من إنك تطور مهاراتك. ليه؟ لأن بدون تركيز صدقني ولا مهارة هتثبت ولا فكرة هتكمل ولا شغل أصلا هيتبني. في الفيديو ده والنهاردة أنا هفصل لك أهم 6 مشتتات في حياتك، وهقول لك على واحدة فيهم بالذات مدمرة وسامة وبتسرق منك كل حاجة من غير صوت. نبدأ بنقطة مهمة جدا، وهي المشتتات الخارجية. رقم واحد وزي ما انت توقعت، السوشيال ميديا. بص، السوشيال ميديا مصممة انها تسرق انتباهك، هي متصممة على كده. لان الخوارزميات اللي فيها هي مصممة على نقطة واحدة بس، ازاي تخليك تقعد اكتر وقت طويل جوه الابليكيشن اللي انت بتبقى فاتحه. وهم بيبقوا مصممينه اللي هو فكرة ايه؟ مش مهم تتعلم، مش مهم تستفيد، المهم تفضل جوه الابلكيشن. ويجي بقى بعد السوشيال ميديا على طول حاجه ليها علاقه بيها، هي الاشعارات، النوتيفيكيشن. حاجه من اكتر الحاجات المشتته اللي ممكن تقابلك في يومك. النوتيفيكيشن بتفصلك عن الحاجه اللي انت بتعملها، وبتهيأ لك على فكره انك تقدر ترجع تكمل بعدها، بس الحقيقه انه لا. كل مرة انت بتقطع تركيزك بسبب اشعار جالك، انت بتحتاج مش اقل من 20 دقيقة عشان ترجع لنفس المستوى بتاع التركيز اللي كنت عليه قبل ما تبص على الاشعار دوت. ومن ضمن برضو اهم المشتتات وهي البيئة. يعني ايه؟ لو قاعد في اوضة دوشة مثلا، تلفزيون، ناس بتتكلم، انت كده بتحارب مش بتشتغل. رتب مكانك، اقفل اللي حواليك، وخلي ليك تركيز خاص بيك انت مركز في الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. حاجة كده اتعلمتها في حياتي مهمة جدا، اتقال لي كده في يوم من الايام: محمود، خلي الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي هي اهم حاجه في الوقت ده. لو بتصلي ركز جدا في الصلاه، لو بتلعب ركز جدا في اللعب. اعمل الحاجه واديها طاقتك بنسبه 100% عشان خاطر تطلعها باحسن ما فيها. نيجي بقى للمشتتات الداخليه. المشتتات الداخليه دي انا عايز اقول لك ان هي كارثه اكبر بكتير اصلا من المشتتات الخارجيه. يعني مثلا التفكير الزايد، الاوفر ثينكينج. تلاقيك قاعد قدام الحاجه اللي المفروض تعملها مثلا، بس دماغك شغاله في فيلم تاني خالص. انا هفشل، طب هو لو محدش اهتم، طب ابدا بكره، طب كل ده بيستهلك طاقتي. وكل ده اصلا في الحقيقه هو بيستهلك طاقتك وبيمنعك اصلا انك تبدا. حاجه مهمه جدا كمان في المشتتات الداخليه، تعداد المهام. يعني ايه؟ تعمل كذا حاجة مع بعض وتفكر ان انت كده بتنجز، لكن الحقيقة دماغك مش معمولة عشان تشتغل بكفاءة اكتر من ان هي تنجز مهمة مركبة في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني ركز في حاجة واحدة، كملها، وبعد كده انقل اللي بعدها. شوية شوية ممكن تتدرب على فكرة ان انت تبقى مالتي تاسكر، وتبدأ ان انت تنجز كذا حاجة في نفس الوقت. بس في الوقت الحالي انت محتاج تركز على حاجة واحدة بس. اتعلم تنجز حاجة وهتلاقي نفسك بعد كده بتنجز حاجتين وتلاتة. نيجي بقى للمشتت الأخطر واللي أنا كنت شايله للآخر، الإباحية. القاتل الصامت للتركيز والطاقة للأسف. بص، أنا آسف لو الكلمة دي خبطت فيك، بس لازم تتقال. في ملايين من الشباب النهاردة وللأسف البنات، تمام، متعلقين جوه دايرة الإباحية من غير ما يحسوا. عارف بتبدأ إزاي؟ بتبدأ بأنا زهقان، طب ما نتفرج على فيديو صغير،
وبعدها دماغك مش بتفكر زي الأول. كل تركيزك بيتحول لحاجة واحدة بس، وهي الإشباع اللحظي. الإباحية مش بس بتسرق وقتك، الإباحية بتسرق احترامك لنفسك، الإباحية بتسرق إرادتك، الإباحية بتكسر طاقتك وبتحرمك من أهم عنصر للنجاح، وهو الانضباط الذاتي. عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. في دراسات بتقول إن إدمان الإباحية بيأثر على نفس مراكز المخ زي إدمان الكوكايين بالظبط. أنت متخيل؟ بتفقدك الحافز وبتخلي أي حاجة تانية للأسف مملة. الشغل ممل، العلاقات الحقيقية مش مهمة، التطور تقيل جدا. عايز تعمل حاجة؟ أنت محتاج توقف، مش بس عشان الذنب وإن ده حرام، لا كمان عشان خاطر أنت اللي جواك، الإنسان اللي ممكن تبقى عليه أصلا أنت مش عارف تبقى عليه، عشان خاطر أنت حاشر نفسك في دايرة صعبة جدا. طب نعمل إيه؟ عايز حل؟ هقوله لك عشان أنت بس حبيبي. أول خطوة الوعي. افهم ايه اللي بيشتتك واكتبه. لو ما كتبتوش هيفضل يشتتك، على فكرة مش هزار، اكتبه على ورقة. تاني خطوة ابني نظام مش بس نوايا. يعني ايه؟ اقفل الاشعارات، نظف موبايلك، خصص وقت للشغل ووقت للراحة، وحط وقت ثابت تقف فيه قدام نفسك وتسألها هو انا رايح فين. وطالما وصلت معايا لحد هنا اسمعني كويس، عشان خاطر هختم معاك بحاجة مهمة جدا. عايز افهمك حاجة، انت مش ضعيف ولا انت فاشل، انت بس محاصر. محاصر بخوارزميات وافكار ودوبامين سريع بيغرقك من غير ما تحس. بس يوم ما تاخد قرار انك تسترجع تركيزك وتحميه كأنه عامل زي الذهب، يومها بس هتبدأ تبني حياة انت تستاهلها. ركز، طهر نفسك من اللي بيكسرك، واوعى تسيب يوم يعدي من غير ما تكون راجع خطوة ناحية حلمك. لأن في ناس أقل منك بكتير بس عرفوا يحموا تركيزهم، والنهاردة هم في مكان وانت لسه بتقول أنا هبدأ بكرة. لو وصلت معايا للنقطة دي اكتب لي في الكومنتات أنا هسترجع تركيزي، وخد القرار معايا في الفيديو ده، واعمل شير للفيديو لأنه ممكن ينقذ حد من دايرة هو مش قادر يخرج منها. واوعى تنسى شعارنا، خلي الرسالة توصل لك خليها توصل للعالم. أنا محمود أدري، أشوفك الفيديو اللي جاي.